هتشوفوا النهاردة 5 أفكار للتوزيعات من كوباية الورق، كلها سهلة وسريعة. هنجيب الكوباية كده ونقص الحرف بتاعها، بعدين نعمل فتحات كده في الكوباية طولها حوالي 3 سنتي، وهتني الأجزاء اللي أنا قصيتها دي كده لورا، وهقص الزوايا دي بدوران. بعدين هعمل فتحة بالخرامة في كل الأطراف، ونستخدم بقى أي خيط أو شريط ساتان أو خيط خيش، أي حاجة يعني، وندخله في الفتحات دي كده. نحط بقى أي حاجة احنا عاوزينها، بعدين نشد الخيط كده هنلاقيها بتتلم معانا، ونربطها بقى في يونكة. نقص الخيط الزيادة وبس كده تبقى خلصت. وكده عملنا أول شكل من التوزيعات، سهل قوي وبسيط. وفي طريقة كمان ممكن نقفل بيها التوزيعة دي من غير استخدام الخيط، مش هنعمل بقى فتحات ولا حاجة، وهنتني كل الشرايط دي كده على بعض، واخر شريط ده هندخله تحت اول شريط، وكده تبقى اتقفلت. ونلزق بقى عليها من فوق اي ستيكر كده خاص بالمناسبة اللي انتوا عاملين عشانها التوزيعة. شكلها بجد قمر. تعالوا بقى نعمل الفكرة اللي بعد كده. هحط على حرف الكوباية كده من جوه شمع، وبعدين هجيب سلوفان شفاف وهلزقه بالشكل ده كده. السلوفان ده موجود منه ملون كمان، وهتلاقوه في المكتبات، وممكن تستخدموا مكانه ورق كوريشة. حطوا بقى التوزيعات اللي تحبوها، بعدين هنلمها كده ونربطها بقى بأي شريط. انا استخدمت شريط حلواني، ممكن كمان تستخدموا الستان. انا بحب استخدم شريط الحلواني علشان بحب اوي الحركة اللي بعملها بالمقص دي، شكلها تحفة. وعملت واحدة كمان بشريط الستان زي ما قلتلكم. ويلا بينا نشوف الفكرة اللي بعد كده. جبت الكوباية وضغطت عليها كده، وبعدين قصيت الحرف اللي من فوق، وهعمل فيها فتحتين بالخرامة. نحط بقى البونبوني. بعدين استخدمت خيط الخيش كده علشان اعمله ايد للشنطة، انا هعملها على شكل شنطة. نقص بقى الخيوط الزيادة، طلع شكلها كيوت وعسل قوي. عملت واحدة كمان بنفس الطريقة، بس ما عملتش فيها فتحات بالخرامة، ولزقتها في بعض بالشمع كده. ممكن كمان تلزقوها بدبل فيس، وزينتها من فوق كده بواشي تيب. كمان حطيت الفيونكة دي وطلعت قمر 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 بجد. كلهم اسهل واحلى من بعض. اكتبولي حبيتوا انهي شكل اكتر، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملولي لايك وشير.